كاس العالم. مالك في ايه؟ لا مركز والله لسه. قلت لك ايه؟ لا اصل كان عندي ماتش في الراديو وجيت هنا انا كنت بسمعه في الراديو وانا جاي. فجوه كده زي مصالح كتير، ربنا يزيد. ادعي لي طيب. ربنا خير يزيد. هيعم على الكل. بتاع الجمهور الاهلي ليه؟ ما اقدرش والله. والله ما اقدر. صعب مستحيل. ليه ازعل جمهور الاهلي؟ نو واي. صعب. انت اصلا فكره ان حد يقول لك انت مزعل جمهور الاهلي دي يعني ملهاش اي موقع من الاعراب عندي، لان انا جمهور الاهلي بالنسبه لي شيء كبير جدا. صح. وحاجه بامانه يعني جمهور الاهلي ينجح اي حد وينجح اي منظومه، واصلا جزء كبير من نجاح النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. طب هقول لك حاجه قبل ما تكمل كلامك. عملنا حاجه النهارده، حطينا سؤال كده على صفحتنا وقلنا نشوف الفيديوهات اللي جايه لك، والناس كان عندها يقين مليار في الميه ان احنا مش هنعرض حاجه. يعني الناس لا انت جايبني على الهوا تغرقني ولا ما؟ اصبر بس. ايه ده معايا؟ طب وريني. انا ما يعني بص، انت عارف اي حاجه لازم اهديها وتخرج بخير. نشوف النهارده جمهور. طب مش انت قلت تبص في ورقتك؟ بتبص في ورقتي ليه دلوقتي؟ لا ده انا عايزك انت تبص في ورقتك. حاضر. طب يلا نشوف جمهور الاهلي قال ايه لبلال علام. عزيزي كابتن بلال علام الجميل، انا عايز اقول لك حاجه، احنا بنحبك جدا. الدوري المصري مش هيبقى له طعم من غيرك، وانا كاهلاوي بحب اسمعك جدا في ماتشات الاهلي كلها الا ماتش القمه. ما بنتفائلش ابدا لما نسمع كابتن بلال علام ودخلته في ماتش القمه بالذات، بنحس ان الدوري في 100 عقبه بس كده. بصوا يا جماعه، مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم كابتن بلال احمد علام معلقا وواصفا على مباراه الاهلي وطلائع الجيش. انا قلت الموت علينا حق ومبروك علينا الهزيمه يا رجال. تنزل تشكيله النادي الاهلي اسماء اللعيبه لحد ما بنوصل معلق المباراه كابتن بلال علام. بدي احط ايدي على قلبي واقول يا رب الماتش يطلع تعادل. معكم بلال علام معلقا وواصفا على مباراه الاهلي. انا بسمع الجمله دي كده منك يا كابتن بلال، بقول ربنا يستر كده على الاهلي في المباراه. مع ان انا بحب اسمع تعليقك يا كابتن بلال، بس خلاص بقيت بتمنى ان انا اسمعه في مباراه ثانيه غير الاهلي، انما بقى اسمعه في مباراه الاهلي وكده فكده المحبه ما بيني وبينك هتقل، لان الاقيك كده في اخر الموسم الدوري في 100 عقبه، وانا اتمنى ان انا ما اسمعهاش كواحد اهلاوي. تصريح كنت استغربت له جدا من كابتن بلال علام اللي قال فيه ان انا كنت بشجع النادي الاهلي لحد 2005، بعد 2005 بقيت حيادي. حضرتك ما كانش فيه مشكله ابدا ما بين ان انت تشجع النادي الاهلي وان انت في نفس الوقت تكون حيادي. كابتن بلال علام، وانت بتذيع مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش، رد فعلك على اهداف النادي الاهلي كانك زعلان وحنجرتك مش ملعلعه كده زي المنتشر التانيه. انا منساش تعليقك يا كابتن على ماتش الاهلي وبيراميدز يوم ما قلت سهام الاهلي المشتعله لا تخطئ شباك بيراميدز، اسد الجزيره يزقر. احنا كجمهور الحماس بيجينا واحنا بنتفرج على الماتش من صوت المعلق اللي بيذيع. انا عايز بس اقول حاجه، الاول للناس دي، ان انا سعدت جدا بيهم واتشرفت جدا بيهم، وانا متابع فيديوهاتهم مجموعه كبيره جدا منهم، وان شاء الله باذن الله يبقى عدد كبير معانا. اول حاجه انا مبسوط، يعني انا بشكرهم، مبسوط ان هم حافظين الجمل بتاعتي وبيقولوا اللازمات بتاعتي. انت تنشنت ولا اتاثرت؟ لا انا والله بص يا كابتن سيف اقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني انا اتربيت جوه النادي الاهلي واتعلمت جوه النادي الاهلي وحبيت الكوره جوه النادي الاهلي، ولازم لما احنا يبقى عندنا رساله اعلاميه ان احنا لازم نبقى محايدين وندي الفرق كلها حقها. انا لا يمكن ان هدف يدخل للنادي الاهلي ان تون صوتي يقل نهائيا، نو واي. قلت ايه ما دخل هدف؟ لا قلت كتير، اصلا الحمد لله انا قلت كتير، وبالعكس إيه يعني؟ المباراه اللي فاتت مثلا بتاع لا ان من برازيلي اصلي الى برازيلي مصري، الاهلي يعود للمباراه سريعا في شوط المباراه الثاني. لكن طبعا هم الجمهور له حق في اي حاجه يقولها، والجمهور ده يتحط فوق الراس زي ما بيقول. واي عتب عليهم انا يعني فاهمهم وتفاهمهم. والنقطه اللي هم بيقولوها يا جماعه، وارد ان يجي ان انا اعلق مباراه ما يبقاش الطالع بتاعي كويس، بس والله يا جماعه ماشيه كويس بقالها سنه، يعني غير اول موسم انا معاكم، لكن الموسم اللي فات لا والله ماشيه كويس جدا. لكن كلامكم على العين وعلى الراس، كل جماهير الانديه المصريه والله في قلبي، وبكرر يا كابتن سيف انا بشتغل عند 18 نادي كلهم سواسيه ان شاء الله. كلام محترم وربنا يا رب يوفقك.